السلام عليكم بنات، يلا وجدوا ورقة وستيلو وغادي نديرو ان شاء الله الكيك بالفواكه اللي كيجي خطير بزاف في المذاق وبارد وزوين بزاف. هنا غادي تاخذوا واحد الاناء وغادي ديروا فيه واحد جوج ديال البيض مع واحد رشه ديال الملحه، جوج معالق ديال السكر سنيده عامرين، وواحد ساشيه ديال الفانيلا. عندكم فاني بودره استعملوها. هنا كطربوه مزيان حتى كيتولي كتشوفوا معنا المنقار ديال عصفور كيولي بحال هكا، يعني مرنك راه وجد. كتاخذوا هنايا جوج ديال الصفر ديال البيض. شوفوا راه ما فيهاش المقادير بزاف، يعني داكشي مقاديرها خفاف وزوينين، وفي نفس الوقت كتجي شي حاجه واعره بزاف. وان شاء الله تجربوها راه غادي تعجبكم وتولي دائما حتى الجينواز غيولي معتمد عندكم. هنا اللي بالنسبه الطراب ما تطربوش على درجة عالية، يعني طربوه غير خفيف بزاف. وحتى الا خفتو طيح لكم هاد الكريمة ديروا غير الطراب اليدوي. هنا غادي تاخدوا واحد 60 غرام ديال الدقيق الفورس خاص بالحلويات، ديروا معاه واحد الساشية ديال الخمارة ديال الحلوى، وغادي تخلطوهم غير بشويه. هنا ما كاينش اللي يشد التليفون، داكشي على شويه تصوير ما عنكش. شوفوا في الاخر ملي غديروا الدقيق والخماره، هنا غديروا واحد جوج معالق ديال الزيت. ها نتوما كتشوفوا الزيت غيبان لكم تما. خلطوا غير بشويه، ولكن غتحصلوا على الخليط على شكل كريمي. ها نتوما كلشي واضح معكم البنات، شفتوا كيجي على شكل كريمي. ولكن عرفتوا هاد الجينواز راه كيجي خطير في المذاق وزوين بزاف. وحتى بالنسبه للناس اللي بغات تستعملوا بحال هكا الحلويات، الحلويات الاعياد الميلاد، اعتمدوا هذا الجينواز. هنا كتاخذوا السيخ كيكون 26 على 26، بيتو 24، بيتو 22، الكيك طالع هابط، الاختيار ديالكم. هنا كتاخذوا واحد العود ديال الشواء وكتوزعوا هذا الكيك هذا على الوجه كله ديال هذا المول. علاش هاد العود هذا كيعطيكم السطح ديال الكيك كله مقاد، وما كيعطيكش دوك البويقات اللي تيكونوا في الكيك خارجين دوك، يعني في الوسط ديال الكيك ما تيكونوش دوك البويقات. هنا شوفوا الفران غادي يكون 160 درجة ديال الفرن الكهربائي. بالنسبة للفران ديال العادي ديال الغاز غادي تشعلوا الفوق والتحت، وإنما يكون ناقص بزاف على درجة مهيلة. هنا غادي تاخدوا كريم باتيسري. شوفوا راه الناس كلشي تبارك الله كتعرف تخدم كريم باتيسري ساهلة بزاف. كديروها فوق من الكيك اللي كتكون هاد الكيك ديجا كتكونوا سقيتوه. هاد الكيك هذا راه مسقي بالحليب، بيتوه بالليمون، سقيوه بالليمون صافي. كديروا هنا الفواكه اللي هي كتكون مشكله. بالنسبه للفواكه ديروا اللي بغيتو، الفواكه لكم الاختيار. هنا كتاخذوا هاد التعليكه كديروا واحد جوج معالق ديال الناباج مع شويه مع الروح ديال الفخومبواز. كتخلوها كتغلى مزيان حتى كتبرد صافي، وكتزينوا بها راه كتجي واعره بزاف بزاف. هنا كتاخذوا واحد الكاس ولا كاس ونص ديال الليمون، كديروا مع هاد جوج ديال الساشيات ديال الفلون ديال الشينوا. من الافضل هاد الفلون ما يكونش حتى شي نكهه، باش ما يجيش ديك النكهه يعني ديال الفلون قاصحه بزاف. من الافضل يجي عادي. هنا كتاخذوا هاد العصير د الليمون حتى كيغلى مزيان، كديروه فوق من هاد الفواكه. شوفوا ما تقادوش الوجه ديال شي ملعقه ولا شي حاجه، خلوها كما خويتوها هكا، خليوه وديروه في الثلاجه تبرد. خلوها حتى كتبرد، تشد راسها مزيان